الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، استمعت لكلام الشيخ المغامسي عن الشيعة وخاصة الإسماعيلية، ولن أرد عليه لأن المشايخ قد ردوا عليه جزاهم الله خير، ولكن عندي له نصيحة لعله يستمع إليها أو يتقبلها. أولا أقول له: لقد ظلمت نفسك بهذا القول وغشيت الإسماعيلية في دينهم، لأن الإسماعيلي عندما يسمع أن كلا على خير يترك البحث عن الحق. أما الإسماعيلية قديما وحديثا لم يتغير فيها شيء، كل الكتب والعقائد القديمة موجودة، وموجودة في نجران وفي خشيوة، ويحمل هذه العقائد الإلحادية الفقهاء منهم والسادة، ولكن لا يخرجونها لأنهم حاليا في دور الستر ويتظاهرون بظاهر الإسلام. أما العوام فهم مسلمين عقولهم للسادات، ولكن يوجد كتاب اسمه صحيفة الصلاة يا شيخ. هذا الكتاب موجود في كل بيت إسماعيلي عند العوام والخاصة والفقهاء والسادة، وفيه كل ما يخرج من ملة الإسلام. فيه دعاء غير الله سبحانه وتعالى، فيه الاستغاثة بغير الله، فيه التوسل بالعقول العشر اللي هي نظرية إلحادية للفلاسفة، وكذلك فيه التوسل بالجن. أما مسألة التعايش فالمفترض أن توجه خطابك للفرق المخالفة بدون أن تتدخل في مسائل العقيدة، لأن خير من يمثل أهل السنة في زماننا هذا هي الدولة السعودية بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله. وانظر كيف يعيش الإسماعيلية في نجران، يعيشون في أمن وأمان بكامل حقوقهم. وانظر خير من يمثل الشيعة في العراق، انظر ماذا يفعلون بأهل السنة، ولا أحد ينتصر لهم. وهذه نصيحتي لك، لعلك أن تتراجع عن هذا القول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوك محمد المكرمي.